النهاردة هنتكلم عن نوع صور مختلف شوية بيجمع ما بين الفن والخدعة البصرية. أكيد شفت قبل كده صورة لشخص، لكن لما ركزت فيها شوية لقيت فيها تفاصيل مخفية زي حيوانات أو أشكال من الطبيعة مدمجة في جسم الشخص. صورة زي دي تحتوي على خدعة بصرية. النوع ده من الصور بيجمع ما بين الإبداع والذكاء الاصطناعي بطريقة مبهرة وبيشد الانتباه جدا على السوشيال ميديا. في الفيديو ده هوريكم ازاي تعملوا الصور دي بنفسكم باستخدام أدوات موجودة على الإنترنت بطريقة بسيطة جدا وسهلة. يلا نبدأ الشرح. هنفتح موقع جوجل ونكتب هيجن فيس، وهسيب لكم اللينك في الوصف تحت الفيديو. هنضغط على الرابط هيفتح لنا الموقع بالشكل ده. واجهة الموقع بسيطة جدا وسهلة. من هنا تقدر تدخل صورتك الشخصية أو الصورة اللي انت عاوز تشتغل عليها، ومن هنا هتشوف النتيجة بعد الدمج أو التحويل. لو نزلنا تحت هنا هنلاقيه جايب شوية examples أو أمثلة. ممكن نختار صورة من الأشكال دي ونشتغل عليها ونخليه يعمل عليها خدعة بصرية. مثلا نختار صورة الشطرنج، أو ممكن نختار الصورة دي. بعد ما نختار الصورة هننزل تحت هنلاقي مكان نكتب فيه البرومبت، نفس فكرة مواقع تحويل الكلام إلى صور. فأنا هنا هكتب convert photo into landscape، ومعناه إن أنا بطلب منه يعمل تحويل للصورة أو دمج مع صورة لاندسكيب أو منظر طبيعي. ولو نزلت هنا هنلاقي مكتوب نيجاتيف برومبت، ممكن أكتب فيها كلمات أو مصطلحات للحاجات اللي أنا مش عاوزها تطلع في الصورة، زي مثلا تشويه الصورة أو الجودة الضعيفة. فهنا هو كاتب اوتوماتيك كلمة لو كواليتي يعني الجودة ضعيفة. ولو نزلنا هنلاقي الادفانسد اوبشن، ممكن نسيبها دلوقتي هنتكلم فيها بعدين. وهننزل نضغط على رن وهننتظر ثواني. هو مش بيطول خالص، بيتعرف على الصورة اللي انت طالبها والصورة اللي انت اخترتها، وبيبدأ يعمل دمج بين الاتنين ويطلع لنا الصورة هنا أو النتيجة هنا بعد انتهاء التحميل. زي ما احنا شايفين طلع الصورة بشكل جميل جدا، وعمل دمج مميز بين الصورتين، بين الصورة اللي انا اخترتها والصورة اللي انا طلبتها في البرومبت اللاندسكيب أو المنظر الطبيعي. يعني حول الخطوط السوداء إلى أشجار كثيفة، وحول الخطوط البيضاء للجراس أو الحشائش، وحط المياه بشكل متناسق جدا مع الجبال. بصراحة روعة، يعني تحويل الصورة هنا تم بشكل جميل جدا. ولو عملنا داونلود من هنا أو تحميل للصورة وشوفناها لوحدها كده من غير الصورة التانية، مش هنحس إن هي طالعة أو مستوحاة من صورة تانية. علشان تشوفوا الصورة أكتر هتغمض أو تقفل عينيك نص قفلة، عينيك الاتنين مع بعض، مش عين واحدة أو مش عين وعين لأ. كده هتحس بالخداع البصري أو التداخل بين الصورتين اللي احنا اخترناهم. وده كان مثال بسيط علشان نفهم فكرة الموقع وإزاي نستخدمه. هنيجي بقى نختار صورة من خارج الموقع، ممكن تكون صورة شخصية ليك أو صورة من على النت. مثلا هنروح لجوجل ونكتب صورة لمحمد صلاح. هنختار مثلا الصورة دي، أنا عايزها صورة أبيض وأسود أو أسود. هختار الصورة دي ونعمل لها داونلود. نروح على الموقع بتاعنا نعمل امبورت للصورة أو نسحبها وننزلها هنا. هتطلع لنا الصورة هنا وننزل تحت، أو ممكن نسيب نفس البرومبت ونضغط رن وننتظر ثواني. هيعمل عملية التحويل، هيقرا الصورتين ويعمل عملية الدمج بين الاتنين. وميزة الموقع ده انه مش بيطول خالص في عملية الدمج وانتاج او استخراج الصورة. ودي بعد النتيجة زي ما احنا شايفين، الصورة واضح فيها جدا التداخل والترابط بين صورة محمد صلاح وبين شلال المية والاشجار والجبال. روعة بصراحة، عملية الدمج هنا جميلة جدا. جايب العين والحاجب، ودي منطقة الجبهة عبارة عن أشجار متصلة ببعضها، يعني وضح الصورة بشكل جميل جدا. ولو شفت الصورة لوحدها أو بعتها لحد قلت له تعرف على الصورة دي، يعني كأنها فزورة، هيشوفها فقط على إن هي منظر طبيعي جمالي، مش هيفهم إن هي متداخلة في صورة تانية. إلا لو أنت قلت له ركز أكتر في الصورة، فهيقدر يطلع منها صورة. وبعد كده تقول له غمض عينيك نص قفلة، فهيقدر يطلع ملامح الوجه كاملة وهيتعرف على الشخصية. هنروح لجوجل تاني ونبحث عن صورة شخصية عامة تانية، وليكن مثلا صورة للفنان جاكي شان. هنختار الصورة دي، هنعمل لها داونلود. انا هفتح الصورة عادي واعمل لها كروب للوجه بأي برنامج. هعمل كروب للوجه بس، طبعا بأي برنامج، يعني بنفس البرنامج اللي انت بتفتح بيه الصورة عندك هتقدر تعمل منه كروب، يعني قص على منطقة الوجه بس. هنعمل حفظ للصورة. قبل ما نكمل، لو بيعجبك المحتوى اللي بنقدمه وعايز تتابع المزيد من الفيديوهات اللي زي دي، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تكون أول واحد يعرف بكل جديد. ده بيساعدنا نواصل تقديم محتوى مميز ونكبر معاكم. يلا نكمل الفيديو. هنعمل حفظ للصورة ونروح نسحبها للموقع بتاعنا. ننزل تحت في مكان البرومبت ونكتب ريفر يعني نهر. انا جربت على فكرة ان انا اكتب بالعربي وقبل معايا، فممكن تجربه باللغة العربية. ولو ما لقيتوش ظبط معاك او النتيجة مش مظبوطة تكتبه انجليش احسن، او عن طريق استخدام ترجمة جوجل. هنضغط رن وننتظر دمج الصورة ونتيجة التحويل.
بصوا بقى هنا بصراحة روعة، يعني الصورة طالعة بشكل رهيب جدا. تشوفها لوحدها لو انت شلت الصورة الشخصية وبصيت على صورة النهر لوحدها هتلاقي ان هي منظر طبيعي ومش فيها اي حاجة تدل على التداخل او دمجها مع صورة تانية. لكن لو ركزت هتلاقي بقى العينين والفم والأنف والشعر، فعلشان تحس بيها أكتر تفتح الصورة لوحدها هنا هتحتاج مجهود. لو ركزت بقى وغمضت عينيك زي ما قلنا، قفلت عينيك نص قفلة، هتلاقي فعلا بقى ملامح الوجه بدأت تظهر بالكامل، وهتتعرف كمان على الشخصية اللي هي جاكي شان. ولو نزلت تحت هنا وعملت رن تاني بحيث ان انا اقدر اعمل توليد للصورة مرة تانية بنفس الكلام، يعني نغير شكل المية، بصوا النتيجة طلعت وشال الصخور وحط بدلهم 3 مراكب. صراحة كملوا الشكل بطريقة رهيبة جدا. طبعا انا مش مجنون، يعني اكيد انتم شايفين معايا زي ما انا شايف كده ان في تداخل او دمج بين صورة الشخصية مع صورة النهر. ولازم علشان تظهر ليك بشكل كويس واوضح تقفل عينيك نص قفلة زي ما قلنا، ده هيوضح لك الشكل العام والتداخل بين الصورتين. لو نزلنا هنا عند البرومبت كتبنا لاندسكيب اللي هو منظر طبيعي تاني، ونيجي هنا نزود السترينث نخليها 1، هي مثلا 8/10 نخليها 1 صحيح. وده معناه ان احنا بنقول له زود ايضاح او ظهور الشخصية وملامح الوجه في الصورة المستنتجة، بحيث ان تكون سهلة جدا للي يتعرف عليها او للي يشوفها يتعرف عليها بسرعة. وطبعا ده مش مطلوب احيانا، يعني احيانا المفروض انك تفكر كتير في الصورة وانت بتبص عليها لحد ما تستنتج الصورة، وده ميزة ان يبقى فيها خداع بصري، مش تكون سهلة جدا اول ما تشوفها. هننتظر عملية الدمج والتحويل ونشوف النتيجة. طبعا هنا ظهرت النتيجة بشكل جميل جدا وسهلة، يعني بسيطة زي ما قلنا، تتعرف مجرد ما حد يبص لها يحس انها وجه شخص فعلا، ولو دقق اكتر يعرف ان هي شخصية جاكي شان. هنجرب برومبت تاني وهنستعين بقى المرة دي بتشات جي بي تي. هنروح نفتح تشات جي بي تي ونقول له اكتب لي برومبت لتحويل صورة وجه إلى ساحة حرب تحتوي على خداع بصري. هاخد البرومبت كوبي وأعدل عليه بشكل بسيط وأقول له ترجمه إلى اللغة الإنجليزية، وبعد كده أخده كوبي وأروح للموقع بتاعنا، أعمل بيست أو لاصق ونضغط رن وننتظر التحميل أو دمج الصورة. والنتيجة زي ما انتم شايفين هنا عمل دمج لشخصية بطريقة مميزة جدا وواضحة. الدخان الأسود اللي فوق هو الشعر بتاع الشخصية، وتحت دمج العين والحاجب والأنف والفم بشكل منسجم تماما مع البرومبت اللي كتبناه أو ساحة الحرب اللي احنا اخترناها. وكل ما تركز هتلاقي تفاصيل الصورة أكثر وضوحا. أنا هروح لجوجل وأطلب منه صورة كرتونية لفتاة صغيرة شعرها طويل، واختار مثلا الصورة دي واعمل لها حفظ على الجهاز، وافتح الصورة كالمعتاد واعمل لها كروب او قص لمنطقة الوجه زي ما قلنا. طبعا المفروض ما اختارش صورة زي دي عليها حقوق ملكية، بس هنجربها وخلاص وزي ما تيجي. هنعمل لها حفظ ونكتب اي اسم ونروح نسحبها على الموقع بتاعنا، وهنسيب البرومبت بتاع ساحة القتال او ساحة الحرب زي ما هو، وننزل تحت نضغط رن وننتظر النتيجة. هتطلع لنا بالشكل ده. نقدر نختار اي صورة احنا عايزينها او نختار صورة شخصية. ممكن تحول صورة أي شخص عزيز عليك أو شخص أنت بتحبه وتعمل دمج بينها وبين أي منظر طبيعي أو شكل جمالي أو حاجة هو بيحبها وتبعتها له هدية. أكيد هيبقى مبسوط جدا بيها وهتكون هدية مميزة منك. ولو احتجت أي مساعدة تواصل معايا وأنا هساعدك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، ومتنساش تشاركني رأيك في التعليقات، وياريت تشترك في القناة لو لسه مش مشترك علشان تتابع كل جديد في عالم الإبداع واستخدام الذكاء الاصطناعي. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.